في الليسون هنا هنتعلم how to read and write decimals. أنا عندي decimal point بتفصل ما بين حاجتين، بتفصل ما بين الديسيمال في الرايت هاند سايد والنمبر في الليفت هاند سايد. الديسيمال ده عبارة عن ايه؟ fraction، في الأصل هو fraction over 10 و over 100 و over 1000. يبقى أول digit عندي بتقابلني هي الديجيت أو التنث digit، بعدين الهندردث، بعدين الثاوزندث. يبقى الديسيمال بوينت وبعد كده من اليمين في تنث، هندرد، ثاوزند. أما النمبر فزي ما عارفين من قبل كده بتكون من يونت وتن وهندرد وثاوزند، برضو من اليمين للشمال، يونت، تن، هندرد، ثاوزند. اوكي، يبقى الديسيمال بوينت ويمينها tenth then hundredth then thousand، بعد كده النمبر unit 10 100. هنا بيقول لي write the following using decimal point. أول حاجة 7 unit and 2 tenths. أول حاجة هنكتبها الديسيمال بوينت، then أول digit في الديسيمال هي التنث digit، يبقى هنكتب فيها كام؟ 2. هو مديني 2 في التنث. طب بالنسبة للنمبر مديني كام في النمبر؟ 7 أو 7 في اليونت اللي هو النمبر، يبقى هنكتب 7.2. 600 and 4000. أول حاجة هنكتب الديسيمال بوينت، then أول ديجيت عندي بتقابلني في الديسيمال هي التنث. مديني تنث؟ لا مش مديني، يبقى نكتب 0 في التنث. طب الهندرد ب6، طب الثاوزند 4. طب النمبر هو مش مديني نمبر، يبقى نكتب ايه؟ 0 في الليفت هاند سايد اللي هو بتاع النمبر، أو 0 في اليونت يعني. هنا 5 tenths and 2 thousandths. هنكتب أول حاجة الديسيمال بوينت على اليمين أو في الرايت هاند سايد، أول ديجيت التنث بكام؟ ب5. طب الهندرد مش موجودة يبقى 0. الثاوزند موجودة ب2 يبقى نكتب 2. طب النمبر في الليفت هاند سايد بقى مش مديني نمبر يبقى هنكتب 0. هنا 6000 and 4 unit. أول حاجة الديسيمال بوينت بالنسبة للديسيمال، أول ديجيت التنث مش موجودة 0. الهندرد مش موجودة 0. الثاوزند مديهاني ب6 يبقى نكتب 6. طب بالنسبة للنمبر مديني 4 في اليونت يبقى هنكتب 4 في اليونت في الليفت هاند سايد. 302 tenths. نكتب الديسيمال بوينت then أول ديجيت tenth 2 في التنث، والهندرد 3 في الهندرد. أما بالنسبة للنمبر مش موجود فهنكتب إيه؟ 0، يبقى 0.23. هنا هنحط برضو الديسيمال بوينت في الأول، then أول ديجيت عندي اللي هي التنث فيها كام؟ 6. الهندرد مش مديهاني نكتب 0. الثاوزندز ب4 نكتب 4. بعدين نعمل ايه؟ النمبر عندي هنا كام؟ 2 أو مديني 2 يونت يبقى هنكتب 2 في اليونت. هنا 20 and 300 هنعمل ايه؟ نحط الديسيمال بوينت then أول حاجة التنث مش مديهالي يبقى 0. الهندرد مديهالي بكام؟ ب3. طب بالنسبة للنمبر مديني 20 على بعضها يبقى نكتب 20. هنا write the following decimal in words. هيديني الديسيمال كنمبر وهكتبها ايه؟ as a word. 0.3. 0.33 هنا فين؟ في التنث ديجيت، يبقى كأنها 3 tenths. 3 في التنث ديجيت، 3 tenths. الإكزامبل اللي بعد كده 0.05. ال5 هنا مكتوبة في أنهي ديجيت؟ نعد كده، أول ديجيت التنث، تاني ديجيت الهندرد، يبقى ال5 في الهندرد يبقى 5 hundredths. هنا 0.008 أول ديجيت تنث، تانية hundredth، التالتة thousand يبقى 8000th. هنا 0.047 نكتبها ازاي دي؟ نحولها لفراكشن الأول عشان نفهمها، تبقى 47a over 1000 لأن هي الديجيت الديسمال after 3 digits، يبقى 47 over 1000 يعني 47 thousandths. هنا 32 ده النمبر يبقى هنكتب 32 وال8 في التنث يبقى 32 and 8 tenths. النمبر 32 والديسيمال 8 tenths. 42.08 يبقى النمبر عندي 42، إنما الديسيمال 8 في الهندردث يبقى 42 and 8 hundredths.